تعالوا اقول لكم ازاي بنوفر صابون المواعين وكمان بنلمع الاطباق والحلل. اولا كده الازايز الفاضيه بتاعه الهاند ووش ما ترموهاش، هنجيب السشوار بتاعنا نمشيه على الازازه بتاعتنا عشان نشيل الورق اللي لازق عليه، واللي ما شافش الطريقه بتاعه استخدام السشوار يرجع لها في الفيديوهات اللي تحت. هنحط نص الازازه بتاعتنا ميه وهنزود الجزء الباقي هنحط صابون سائل مركز، اي نوع احنا بنستخدمه مش هتفرق، مفيش مشكله. الحاجه السحريه بقى اللي بتخلي الاطباق تلمع والمعالق وكمان الصابون ما يفضلش لازق على الاطباق وتقعدوا تغسلوه سنه، هو الخل. معلقتين كبار من الخل على الازازه بتاعتنا، واحنا كده هنخلي الحلل بتاعتنا والاطباق والمعالق بتلمع. هنا جبت الازازه التانية، كنت برضو شلت من عليها الورق وحطيت فيها هاند ووش عادي جدا عشان يبقوا الاتنين شكل بعض. بعد ما نخلص المواعين نغسل ايدينا على طول بالهاند ووش عشان ايدينا تفضل ريحتها حلوه، وكمان احنا نفسيا نبقى مبسوطين. ان احنا بنخفف الصابون السائل وبنزود له خل وبنحطه في ديسبنسر. عايزه اقول لكم الازايز دي بتنزل كميه بسيطه على السبونج بتاعتنا، عايزه اقول لكم بتدي رغوه خطيره وبنوفر في الصابون بتاعنا. والاحلى من كده كمان ان شكلهم شيك وحلو قوي على الحوض. لو عجبتكم الفكره اعملوا شير للفيديو. باي.